من آثار طيب النفس أن الإنسان يظهر ذلك على وجهه، فإذا لقي إخوانه يلقاهم طلق الوجه ويلقاهم متبسم. وكل ما يتعلق بالعبوس في الوجه ولا أن يكون مظلم الوجه ينبغي أن يجتنبه إذا لقي إخوانه، لأن الآن إما أن تكون طيب النفس أو خبيث النفس. الذي يكون طيب النفس إذا لقي الناس يلقاهم بوجه طلق، أما خبيث النفس فلا يلقاهم كذلك. من كان خبيث النفس فإنه لا يلقاهم كذلك، فإن الإنسان يحرص على هذا، هو أصلا صدقة. وانظر إلى الأبواب العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما أسهلها، التي يضاعف بها الإنسان الحسنات وينال بها الخيرات. وإذا كان ينبغي أن لا تحقر من المعروف شيئا أبدا. حتى هذا الباب تلقى أخاك تبتسم في وجهه، معليش عندك مشاكل وعندك أمور، لكن أنت الآن تحتسب هذا مهما يكون. نعم، هذه من الصدقات، وهذه من المعروف الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم.